أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في مسقط أمس الأحد مباحثات ركزت على العلاقات بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكدت المباحثات التي حضرها سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن وسلطنة عمان، والحرص على النهوض بها في المجالات كافة وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية الراهنة وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها. وحضر المباحثات عن الجانب العماني وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال بن سعود البوسعيد.